أحد المتابعين الأبطال طلب مننا نعمل فيديو عن الحمض النووي، والنهارده هناخد جولة جوه جسمنا، بس مش أي جولة. احنا هننزل لأصغر جزء فينا، لأكتر حاجة بتتحكم فينا واحنا مش واخدين بالنا، وهي الحمض النووي، أو زي ما العلماء بيسموه DNA. تفتكروا بقى الحمض النووي الحاجة الصغيرة جدا دي بيتعمل بيها ايه؟ أو هل ممكن ننسخه ونعدل فيه؟ كل ده هنعرفه مع بعض، فخليك معايا لحد آخر الفيديو علشان المفاجآت اللي هتسمعها. في البداية خلينا نتكلم عن إيه هو الحمض النووي. بص يا سيدي، الحمض النووي ده زي كتالوج التعليمات بتاع جسمك. تخيل كده إن جسمك ده مصنع ضخم. الدي ان ايه هو الكتالوج اللي بيقول للخلايا تشتغل ازاي، وكمان تنتج ايه، وكمان تبني جسمك ازاي. طيب الحمض النووي ده بيتكون من ايه؟ الحمض النووي بيتكون من 4 قواعد كيميائية: A و T و C و G، بيتربطوا ببعض في شكل سلم حلزوني. تخيل كده سلم لولبي ماسك جيناتك كلها. طب يا ترى بقى الحمض النووي ده بيبقى موجود فين في جسم الإنسان؟ الحمض النووي موجود في نواة كل خلية من خلايا جسمك، يعني جوه جسمك في مليارات النسخ منه. طيب تفتكر ليه الحمض النووي مهم أصلا؟ الدي ان ايه هو المسؤول عن شكلك، ومسؤول عن لون عينيك وطولك وصوتك، وحتى استعدادك لأمراض معينة. يعني لو في مرض وراثي في العيلة، غالبا الدي ان ايه هو السبب فيه، وبيساعد الخلية تعرف تعمل البروتينات المهمة اللي بتخلي الجسم شغال زي الساعة. وفي سؤال طبيعي منتشر عند الناس، وهو ليه أنا شبه بابا وماما؟ في الحقيقة وللإجابة على السؤال ده، إن كل إنسان واخد نص الدي ان ايه من أبوه، والنص التاني بيبقى واخده من الأم. يعني الدي ان ايه بتاعك انت هو خليط من الاتنين. علشان كده بتلاقي نفسك واخد شوية ملامح من هنا على شوية حركات من هنا، وهم دول اللي بيشكلوا صفاتك الوراثية. طيب ازاي العلماء اكتشفوا الدي ان ايه؟ القصة بدأت من أكتر من 100 سنة، لكن الشكل الحقيقي للدي ان ايه اتعرف سنة 1953 على ايد واتسون ويكريك، وبمساعدة الأشعة السينية. كل ده علشان يثبتوا إن الحياة ليها شفرة داخلية، مش مجرد صدفة. وهنا في سؤال شائع: هل الدي ان ايه يعني هو اللي بيخلي الإنسان مختلف عن القرد أو الكلب؟ الإجابة بالظبط. كل كائن حي ليه دي ان ايه خاص بيه، بس العجيب اننا بنشترك مع الشمبانزي في حوالي 98% من الدي ان ايه بتاعنا. وبما اننا اتكلمنا عن الدي ان ايه، فاكيد هنتكلم عن الاستنساخ. وايه هو الاستنساخ بالظبط؟ الاستنساخ يعني اننا ناخد نسخة طبق الاصل من الكائن الحي، يعني نخلق كائن جديد عنده نفس الجينات بالظبط. طب هل حصل استنساخ قبل كده؟ ايوه، حصل استنساخ قبل كده في سنة 1996. العلماء استنسخوا أول نعجة وسموها دولي. العلماء أخدوا خلايا من جسم نعجة وزرعوها في بويضة فاضية، وبعد كده حطوها في رحم، وبعد كده طلعت نعجة جديدة، نسخة من النعجة الأصلية. وهنا في سؤال منطقي ممكن يخطر على بال أي حد، وهو ليه مش بنستنسخ البشر؟ والإجابة إنه من الناحية الأخلاقية والدينية والعلمية، الاستنساخ البشري مرفوض جدا، لأنه فيه مخاطرة كبيرة ومش مضمون، وكمان ممكن يسبب مشاكل صحية ضخمة، واللي بدورها ممكن تأثر على الحياة البشرية بأكملها. دايما بنسمع عن تحليل الدي ان ايه، فيا ترى ايه هو التحليل ده؟ تحليل الدي ان ايه زي البصمة كده بالظبط، زي بصمة الإصبع، بس بتبقى جينية. كل إنسان عنده ترتيب معين للدي ان ايه، مستحيل يتكرر تماما في أي شخص تاني، وبيستخدم في إثبات النسب والطب الشرعي وكشف الجرائم وتشخيص الأمراض الوراثية. وهنا في سؤال بسيط: ينفع أعرف إذا كان عندي مرض وراثي قبل ما يجي أو قبل ما يظهر على جسمي؟ والإجابة هنا في تحاليل بتكشف استعدادك للأمراض. لو عندك جين معين ممكن تكون معرض لحاجة زي السرطان أو السكر. طب هل ممكن نعدل في الحمض النووي؟ في تقنية جديدة بتخلينا نقدر نقص جزء معين من الدي ان ايه ونبدله بجزء تاني. يعني مثلا لو في جين مسبب مرض، ممكن نشيله ونركب جين سليم مكانه. لكن استخدامات التقنية دي لازم تبقى بحذر، لأنها ممكن تسبب مشاكل لو اتعملت غلط. وهنا في سؤال أخلاقي: طيب ما الناس ممكن كده تصمم أطفال حسب الطلب، وده اسمه ديزاينر بيبيز، وده فعلا بدأ يحصل عليه تجارب، بس لسه في جدل ضخم حوالين الفكرة نفسها ومخاوف من التلاعب في الطبيعة. طب هل استخدامات الدي ان ايه كلها كده غير أخلاقية؟ في الحقيقة لا، في استخدامات أخلاقية للدي ان ايه وممكن تفيدنا كبشر، واللي منها القضاء على أمراض مزمنة زي السرطان والتليف. ممكن نعالج الجينات قبل الولادة، وزراعة أعضاء من خلايا المريض نفسه، وممكن نستخدمها في تطوير زراعة النباتات المقاومة للأمراض. وهنا في سؤال فلسفي: هل ممكن نوصل لمرحلة إن الإنسان يعيش للأبد؟ العلم بيحاول ده، لكن الطبيعة
دايما ليها كلمتها. الدي ان ايه بيقصر مع الوقت، وده اللي بيسبب الشيخوخة والموت. وزي ما القرآن الكريم بيقول إنك لميت وإنهم لميتون، والموت اتكتب على كل إنسان، ومهما حاول العلم إن هو يوصل بالإنسان إنه يعيش للأبد مستحيل يعرف يعمل ده. وفي النهاية الحمض النووي هو سر الحياة. الشريط الصغير ده هو السبب في تكون الإنسان، بس كل ما نعرف عنه أكتر لازم نستخدم العلم ده بحكمة. وهنا في سؤال للمتابعين: هل تؤيد تعديل الحمض النووي لعلاج الأمراض، ولا شايف إن ده تدخل في خلق ربنا؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل حكاياتنا الجاية. وبس كده، دعمك ليا لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب اشترك في القناة، وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت.